السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، وتحية طيبة لكل من التحق بنا مؤخرا. في هذا الفيديو مشاهدينا الكرام عندنا تسريبات مهمة من مرتزقات البوليزاريو. بعد ما خرجت واحد التسريبات اللي نشرنا في الفيديو السابق، وكما غادي نسمعوا مشاهدينا الكرام واحد العدد كبير من النساء والرجال من سكان مخيمات تندوف أو محتجزين مخيمات الرابوني اللي تيطالبوا زعيم الميليشيا المسلحة إبراهيم غالي أو بن بطوس بالتوقيف بالدفع بأبنائهم إلى منطقة العازلة أو منطقة الهلاك، كيدفعوا هاد الفئة ديال محتجزين مخيمات تندوف أو هاد الفئة المعينة، لأن هاد القيادة كيدفعوا بهاد الفئة المعينة أو بهاد الشباب ديال محتجزين مخيمات تندوف إلى المواجهة مع الجيش المغربي في المناطق العازلة أو في المناطق المحظورة على هاد الجردان ديال مرتزقات البوليزاريو. وكل ما حاولوا يدخلوا أو التوغل إلى المنطقة العازلة وإلا كيكون الكشف ديالهم من طرف الأجهزة المتطورة اللي كيملك الجيش المغربي في المناطق المحظورة على هاد الأرانب ديال مرتزقات البوليزاريو. ومن طبيعة الحال الدرون اللي كتصطاد جميع هاد المتسللين او هاد الارانب ديال مرتزقات البوليزاريو اللي كيحاولوا التسلل او التوغل قرب الجدار الامني، وكيكون استهدافهم من طرف الدرون الجيش المغربي، وكيكون الهلاك ديالهم في هذه المناطق العازله، لان هاد القياديين او المسؤولين البوليزاريو جميعهم هاد القياديين او مسؤولي البوليزاريو كيعيشوا في اوروبا وفي جنوب امريكا، والابناء ديال هاد المرتزقه ديال البوليزاريو كيقراو في فرنسا وفي اسبانيا وفي جنوب امريكا او امريكا اللاتينيه، وكيدفعوا بهاد الابناء ديال المحتجزين مخيمات تندوف الى الهلاك. وكاين واحد القياديين اللي كتمولهم الجزائر اللي كيعيشوا في موريتانيا او في جزر الكناري، كيجيو مره كيديروا واحد الندوات لهاد المسلحين ديال مخيمات تندوف والرابوني ومخيم العيون. وكاينه واحد العاهره اللي منهم واحد العاهره اللي كتعيش في شمال موريتانيا في مدينه وادي البو اللي معروف عليها كتمارس الدعاره. هاد العاهره كتجي مره وكدير واحد الندوات وكدير واحد المحاضرات لهاد القاصرين وهاد الشيوخ ديال مخيمات تندوف او محتجزين مخيمات تندوف. كما غادي نسمعوا في التسريب في الاخر ديال هذا التسريب، هاد العاهره هي اللي كتحرض هاد الاطفال وهاد الشيوخ الدفع بهم الى المناطق العازله. اما اولاد القياديين او المسؤولين ابناء ديال هاد المسؤولين او هاد القياديين البوليزاريو كيعيشوا في اوروبا وكيقراو في اوروبا، عايشين عيشه الرفاهيه، ولكن الابناء ديال هاد المحتجزين او هاد المرتزقه اللي جاء بهم من دول اخرى من دول الجوار وجابوهم التندوف كيدفعوا بهم الى المناطق العازله او مناطق المحظوره على هاد مرتزقه البوليزاريو. كما غادي نسمعوا في التسريب في الاخر ديال هاد التسريب، واحد العاهره اللي كان معروف عليها كتمارس الدعاره في مدينه واديبو بشمال موريتانيا. وغادي نخليكم مشاهدينا الكرام بعد التسريبات. ما تنساوش تدعمونا باللايك والاشتراك ضدا في اعداء الوحده الوطنيه باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ورحمه الله ياك لباس ياك الخير. هذا الفكان موجهته للصحراويين كاملين وللرئيس وداروا يلحقوا ولا يلحق ولد ما يخلق ولد ما قاس. يا طول عمرك يا الرئيس، وقف عنا ذي الحرب، وقف عنا ذي الحرب اللي بلا نتيجه وبلا معنى. ما قبضنا منها موت اولادنا وموت سركتنا وموت اباتنا. هذه الطياره الى عاد ما خارج شي مضاد لها لا داعيه. قاسوا الترك الصغيرين وماتوا، وقاسوا الرجل الكبير وماتوا، وقاسوا الكوله وماتوا. شتلا باقي اللي يوقف في ديك الارض يجي واقف على راسه وتخليه وكأن شيء لم يكن. شرينا من ذي الحرب، ما هو رزينا اولادنا وتركتنا، اللي نعرف واللي ما نعرف. حركتوا قلوبنا، ما ندوروا الحرب، ما ندوروا الاستقلال، ما ندوروش داروا العافيه. عادلنا شو 40 سنه ولا 40 سنه في التراب. الحمد لله مولانا، وشاكرين وواكلين وشاربين ولا غايبه عنا نعم ولا خارج حد جيعان ولا خارج حد عريان.
راعي كله شو ندوروا بالاستقلال اللي عاد يكسل علينا اولادنا؟ شو ندوروا به؟ ما عينا فيه يا ما هم دعوي لا ترفد اولادنا يترفد حد لنا شاري الارض شاري المقاربه اللي ما خلوه حد ما قتلوه واللي حرقوه واللي جيفوه. شو ندوروا منها قتلوا اللي الناس اللي عندها تركه وعندها شي من الكهوله. كان واحد يعود والله لا واحد عنده شي من الكهوله شي من الريكوم عنده يصرف عليه والله عنده يجري عليه مشى شهر الحرب ومات. وخالق اللي الوحيد عنده اخوات والله عنده الممشى ومات. شتلا باقيين نحن شتلا باقيين نحن عندنا لا رجالنا ولا مشى وماتوا شنو الفايده؟ شو نداروا نحن الاستقلال اللي عاد رجالنا ما هم معانا؟ شو نداروا نحن بالاستقلال بالحريه اللي عاد تركتنا ما هي معانا والله باتنا والله اخوتنا؟ شو نداروها ما عينا فيها عق فيها اخ ما نداروها ما نداروا الاستقلال ما عينا فيه لحد يقتل اولادنا ماتوا وقع وشتلا باقي منهم ولا اللي مشى مات يا رجال. صرنا طالبين يا الناس ما عينا في الحرب يا الناس وقفوا عنا دي الحرب بلا نتيجة علينا لا اللي مشى يموت لا اللي مشى يجينا صور انهم احرقوا ولا ثقبت في اللي ثقب قلوبهم اللي يحرق قلوبهم. ما عينا في الاستقلال يا الناس دخ ناقص عوق. مرحبا وسهلا لبويه ومرحبا وسهلا لبوي داري او كل هذا اليوم من ناحيتكم رحم عليهم وثلاثة اللي حنجونا سامين ونمشيهم لكم ان شاء الله. الله يرحمهم مع 10 شهداء وتوفى الباقي بعد لا تطوي. خاصة رجالة كانت توقف تدير مظاهرات عند الرئيس عم يجيب حل للطيارة والله ما يسلم جديدي وقع الحرب ما يخالق يستسلم يكون ذا الواحد فيه تمكن نهار ما يتحد. السلام عليكم صوت الشعب الصحراوي المكافح. انتم ايش حالكم؟ ياك لباس عليكم ياك هم ما حدهم يحضروا للمؤتمر ما يحضروا لنا يا اخوتي صاروخ طيح عنا ذي الطياره اللي قتلت اولادنا كل نهار كاتله مجموعه والله ما هم شايفين ذي ولا محاسين به. هذا متين هاي الطياره راهي يا اخوتي ما خلاتش المؤتمر قاعد جايب وش محضر جاي من فايده. هذا اللي يزقلوا في المؤتمر يصنعوا لنا به صاروخ يا اخوتي ضد طياره تضرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم كيف أحوالكم؟ هذه الطفلة صحراوية حقيقية ومحرورة كبدها وذي اللي تقول نابع من قلبها وحقيقي عن حرب ما هي متكافية ما يقدر حد يدخل فيها وعن حرب ما عنده لها ما هو اللي عند مثل الناس خطبة ما يقدر حد يقيس وعند اللي عدلت لهم قيادة البوليزاريو على أنه هو ما جنت مراقش على أهلها وعلى أن هذا اللي خارج لها الصحراء اليوم يبقى في الأخلاق وعن الرجال انقتلت وهذا مينته وجميعته بيركين اللورة وانقتلوا أولاد الصحراويات ويتموا الصحراويات ويتموا الصحراويين. هذا النداء العدل ذي المرة يبقى في الكبد ولا كيف هاي العزيزات اللي تنبح هون في الجروبات واللي تنافق واللي بلا اصل وبلا تصيله ينبحوا هون ويشحنوا في الادميه بالكذيب بالنفاق باش يقلوا على ارضنا ولا ينعدلوا شي تعيدلوا وش يعدلتوا. هذه المرأة حد سمعها يآنب ضميره وقد مثقال ذرة يدور يبكي ويدور يبقى فيه الواقع ولا يبقى فيك الواقع على انه دخلك بهذه الطريقة يبقى فيك الواقع على ان المقاربة ما قد مرق وقاع عن وقف اطلاق النار وعلى ان درون ما ثلاثة موقفة لا يتم مستمرة حتى إذا بركت البوليزاري ونقلت تلبت ناقلاتها ومدرعاتها وبيركت معاهم كيف بيركين قيادة هذريك الدرونات ما تلاقوا موقفين. هذا هو اللي يبقى في الأخلاق يبقى في الأخلاق اللي هذا الجاي مال ذاك اللي فات تخطط وحد باقي يخليها للصحراء وباقي ينهيهم على آخرهم يتم حلهم في هذه المسرحيات الكذيب برهمات قالي بالطوش ومينتو يزيقنا في المخيمات يعدل المسرحيات مع التركة وحريفته ذيك اللي تعرفوا فيه كاملة والكيلات الضالات هذو طال الصنف الجروبات معدل الانتصارات من الوهم أولاد الصحراويات يموتوا يوميا. هذا قلناه ومزلنا نقوله وقلناه وقال هذا قال ديال هذا كلام الخونة هذا كلام الخيانة
ايوه يلا رانا صلتنا الكلام العهارة. سووا يلا قولوا لنا نتائجكم. هذا وريكت اياها مؤسف حقيقة. تحياتي. هذا قلناه ايام القرقرات. قلنا ايام القرقرات على ان اذا ما عندهم لوشي، وقلنا عن ايام القرقرات على انها لا داعي لها، وقلنا عن الحرب لا داعي لها. ايوه يلا ايوه ناس رحنا لين عدو اماتنا واخواتنا وامنات عمنا يبيك ويربك ذنبتم وهن فيهم الفروق يوميا. مرحبا بك وسهلا وهلا. الشعب يريد الاستغلال. مرحبا الحسين. هذا البلد الجاي منه ذا البكال تبع له حق الله. هذا البكال يقيس يقول له عن الحرب ما هي موقفه، والموت ما له يموت رقا السابق اجله، والحرب ما هي واقفه ما قبضوا اهل الصحراء استغلالهم، واهل الصحراء ما هم لا يقبضوا استغلالهم ما هو بندافعهم. قول له لا تبكي، اهل الصحراء ما هم قابضين استغلالهم ما هو بندافعهم. السياسه ما تجيب زبيطه واحده، وهذا اللي مبكيك انت لا يبكوا اهل الصحراء كاملين، ما انت وحدك. من هو اللي قدام لا تبكي اهل الصحراء كامله، يا غير ما انهم متصلين مع ذاك السلاحي اللي نحروا وطننا. مو حال قال لكم عن اثنين رئيس والله قايد تجرع على انه يوقف الحرب، راهو شين قرعته وشين ميمونه يعود معانا. مات له خالق شين قال له توقيف اطلاق النار، يقول المغرب هاك واردكم اعق مات لنا عيننا فيه. امال الموت على كل نفس. الله ما مات اليوم يدن يموت غدا، ولما مات غدا يموت النهار الثاني. كل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فان. على الأقل منين نفتح لنا مولانا ذي الثغرة اللي ليه نقبضوا فيها أرضنا نموت من أجلها، نعدلوا المستحيل إلين ترجع ذيك الأرض. توقيف إطلاق النار ما مرقنا منه فايدة. 30 سنة وإحنا مقبضة خزايمنا ننجروا نطيحوا رطب كل نوبة طايحة منا طشة. ذاك مات له خلق. السلام عليكم بنات الجبهة، شحالكم يا حجبكم ياك لباس عليكم. والله إذا ركبتوا عليهم يتوصف يا ذي المرية ما هي من الحماد ولا هي من عليات الحماد اللي نهار مجي المقاتلين زقرتوا للشهاد. يا ذي اللي كذا يبقى مانكم لا يدخلوا راس حد فيه، ويدن المغرب ذاك المشيكم يقتنع عن السلمات لا خالق. احنا الدنيا ما رينا فيها استقلالنا ما عينا فيها بيه خارج لا الموت. حد مولانا عاطينا الشهاده لا ينتم ولادنا لا مطارطقين شهر ذاك الربط يطايحوا طش يموتوا شهاده ولا يموتوا جيف. تقتنع انت به يا الهويشاويه علي، ويقتنعوا به العملاء كاملين اللي معاك الجفاف وذوك السامي كيسامي الصين الشعبيه وشين قالوا الفويض وذيك الويل والويال اللي قاعده بينهم تبكي تنهردي اللي يدير عليك اللحد اللي يعملك تبكي مبكيك شي. انت ماري لين طاحش ليح مخينز مخزي فار من الشلوحه ومخليه دوزينه 12 ظليتي تقطع علينا وتبكي وتدعي. عدتي دارك مبكيك الحرب ذيك لا العمل لاحقه فيك العظم ولاحقه فيك المخ ولاحقه فيك العروق، وذاك الحرب الخالع المقرب وعاد مجننكم انتم جايين دون وتبكوا وتعدلوا مسلسلات الهند. الصحراويات يدوروا لها الشهاده لاولادهم والروس يدوروا لها نستشهدوا نخلاو 50 سنه احنا نحانوا. كل دوله تفززنا وكل دوله تحبس اولادنا وكل دوله تتشقل تتعدل اولادنا بيات وكل دوله تمرقنا 20 وكل دوله نعطوها المليارات من اجل شيء ما هو مهم. ما أننا قابلين خارج لا انا فرقوا والله يقولوا نصيح كي قال لكم الراجل هاكو ترابكم وبكي والله موتشي والله طارطقي والله توفي ويبكي لما يليك وراك وتبكي العماله واخلاو كاملين خارج لا الحرب الموت والله الشهاده والله الانتصار. السلام عليكم. صوت الشعب الصحراوي المكافح، انتم شحالكم وياك لباس عليكم ياك. هم ما حدهم يحضروا للمؤتمر، ما يحضروا لنا يا اخوتي صاروخ طيح عنا ذي الطياره اللي قتلت اولادنا كل نهار كاتله مجموعه. والله ما هم شايفين ذي لا هم حاسين به. هذا 200 هاي الطياره راهي يا اخوتي ما خلاتش. المؤتمر قاعد جايب وش معدل وش جايب من فايده. هذا اللي يزقلوا في المؤتمر يصنعوا لنا به صاروخ يا اخوتي ضد طياره تضرب